بتبدأ القصة مع اتنين لسه متجوزين جديد، لكن بدل ما يروحوا يتفسحوا في شهر العسل بيقرروا يعملوا مغامرة خطيرة وبيتسلقوا جبل عالي علشان يتفرجوا على شروق الشمس من فوق. وبتنجح البطلة انها توصل الأول، بعدها جوزها بيطلع وراها لكن علشان فقر الحبل بتاعه بيتقطع وكان خلاص هيطير، لكن مراته بتلحقه في الوقت المناسب. بتفضل تشده لحد لما هو كمان بيوصل عندها، وبيقعدوا يتفرجوا على شروق الشمس وهم مبسوطين، وبيبان ان هم بيحبوا بعض من زمان. وبيمر على اليوم ده 3 سنين. بنشوفهم وهم في مؤتمر لكنهم ما بيبقوش طايقين بعض لان بنتهم ماتت وكل واحد فيهم بيلوم التاني. وبنعرف ان البطل اسمه كانج بيبقى شغال دكتور مشهور لانه طول عمره ذكي وموهوب، وفجأة بيجيله رسالة من المستشفى بيضطر يروح بسرعة لان في مريض حالته خطيرة، ولما بيوصل بيفحصه بيعرف ان لازم يعمل عملية دلوقتي والا هيموت. بيبدأ يستعد لكن فجأة مدير المستشفى بيدخل عليه وبيعرفوا ان في راجل اعمال مصاب وبيطلب منه يروح يعالجه. بيبقى بطلنا رافض لان راجل الاعمال حالته مش خطيرة بعكس المريض التاني اللي لو سابه دلوقتي هتبقى دي نهايته. بيتعصب المدير وبيقول له ان راجل الاعمال غني وبيتبرع بفلوس كتيرة للمستشفى لازم يعالجه الاول، لكن بطلنا بيرفض وبيصمم ينقذ المريض اللي حالته خطيرة وبيطلب منه يطلع بره حالا. وبيتفاجئ المدير من اسلوبه وبيقول له انا ندمان اني دخلتك عيلتي. ايوه عزيزي المشاهد، بنعرف ان ده يبقى حماه، لكن بطلنا ما بيهتمش بكلامه، بيكمل العملية ولانه شاطر في شغله بيقدر ينقذ حياة المريض. بعدها بيرجع للبيت لكنه بيلاحظ ان مراته مش طايقاه بسبب اللي عمله وبيعتذر لها وبيعرفها ان ما كانش عنده حل تاني، لكنها بتقول له ابويا كان ناوي يطردك من الشغل لولا ان انا اتدخلت ودافعت عنك. بتطلب منه يروح يعتذر له علشان يسامحه. بيضطر بطلنا يسمع كلامها، ولما بيوصل للمستشفى بيروح له وبيعتذر له على اللي حصل وبيوعده انها مش هتتكرر تاني، لكن حماه بيرفض. بيفضل يهزق فيه وبيهدده لو خالف اوامره تاني او اتكلم معاه باسلوب وحش هيطرده وكمان هيخلي بنته تتطلق منه. وبيضطر بطلنا يستحمل الاهانة لان ما عندوش حل تاني. ولما بيخرج من عنده بيروح يقعد في مكتبه علشان يحسن نفسيته، وبيدخل عليه صاحبه المقرب وبيحاول يخفف عنه وبينصحه يصالح مراته لانها لو فضلت زعلانه منه حياته هتبقى جحيم. بيقتنع بطلنا بكلامه وبيقرر يعمل كده، ولما بيرجع للبيت بيطبخ لها بنفسه وبيعمل لها الاكل اللي بتحبه وبيستناها لحد لما بتوصل. بيبقى فاكر انها تفرح وتشكره لكن علشان فقري. مراته بتقوله انها كلت بره، بيقول لها خلاص مفيش مشكله نقعد نتكلم مع بعض شويه طيب، فبتسيبه وبتروح تغير هدومها. وبيحس كانج بالإحباط لأن مجهوده ضاع، لكن بعدها مراته بتحس بالذنب بتروح تقعد معاه علشان ما يزعلش. بيفرح بطلنا وبيستغل الفرصة وبيحاول يتكلم معاها وبيصب لها كوباية عصير، لكن هي بتقول له صب لنفسي. بيقول لها لا أنا هصب لك، فراح موقع البرواز بتاعها بالغلط بيكسره. فمراته بتتعصب لأن حتى لما بيحاولوا يقعدوا مع بعض بيحصل مشاكل، والبرواز ده كان فيه أول موعد راحوا فيه مع بعض لما تسلقوا الجبل، وبيبدأوا يتخانقوا مع بعض وما بتقدرش مراته تستحمل. بتمسك الهدية اللي في البرواز وبترميها في الزبالة. وقتها كانج بيفقد الأمل إن هم يرجعوا زي زمان وبيقترح عليها يتطلقوا ويبعدوا عن بعض، لكنها بتزعل وبتسيبه وبتدخل أوضتها. وتاني يوم بيبقى فيه حفلة تبع المستشفى وبيروح كانج يحضرها. بيحكي لصاحبه المقرب إن ناوي يطلق مراته، لكنه بينصحه يستنى لحد لما يحوش فلوس ويقدر يفتح عيادة خاصة بيه. بيقتنع بطلنا بكلامه وبيقرر يصبر شوية. بعدها دكتورة زميلته بتروح تتكلم معاه وبيبقى باين إنها معجبة بيه، لكن مراته بتشوفهم وبتحس بالغيرة من علاقتهم. بتروح تقف معاهم وطبعا زميلته بتحس بالإحراج وبتسيبهم وبتمشي. بيتعصب كانج من مراته وبيتخانق معاها. بيقرر يسيب الحفلة ويمشي وبيروح للمطعم بتاع والدته لأنه مفتقد الحياة البسيطة اللي كان عايشها زمان، لأنه كان طالب فقير قبل ما يتعرف عليها. وديت والدته عندها مطعم صغير على قدها، بترحب بيه وبتعمل له الأكل اللي بيحبه، لكنه بيعرفها إن بيفكر ينفصل عن مراته. بتتفاجئ والدته لأنه كان بيحبها وبتنصحه يفكر كويس قبل ما ياخد قرار. وبيحتار بطلنا ما بيبقاش عارف يعمل ايه، بيفضل يشرب علشان يحاول ينسى. ولما بيخلص بيقرر يطلب سواق لانه دايخ ومش في وعيه، وفي الطريق بيفضل يهلوس وبيتكلم مع السواق لحد لما بيوصل للبيت وبينام على نفسه من التعب. وتاني يوم بيصحى بدري ما بيبقاش فاكر اللي حصل امبارح. بيلاحظ ان مراته مش في البيت وبيفتكرها سبقته على الشغل، بس بيلاحظ انها رجعت الهدية اللي رمتها في الزبالة وبيعرف انها غلطانة وشكلها كانت ناوية تعتذر له. فبيلبس هدومه وبينزل علشان يروح للمستشفى. وفي الطريق بيجيله اتصال من رقم غريب، ولما بيرد بيلاقي السواق بتاع امبارح اللي وصله بيطلب منه ان هو يدفع له الحساب. فبطلنا بيقول له وانا ما دفعتش، معلش ابعت لي رقمك وهحول لك عليه. لكن السواق بيصدمه بيقول له لا انا عايز حساب مراتك.
حوالي 50 مليون دولار. وطبعا بطنة بيفتكره مجنون وبيقفل السكة في وشه، لكن لما بيوصل للمستشفى بيعرف ان مراته لسه ما جاتش، بيستغرب لانها ملتزمة بمواعيدها، بيتصل بيها علشان يطمن عليها، لكنه بيتفاجئ ان السواق هو اللي رد عليه. وقتها بطنة بيتصدم، بيوصل له صورة مراته وهي مربوطة، وبيعرفوا السواق ان هو نفذ اتفاقهم وخطفها، وبيبعت له فيديو ليه امبارح كمان لما كان راكب معاه. وبطنة بيعرف السواق ان هو لو خطف مراته هيدفع له الفلوس اللي عايزها، وبيبدأ السواق يهدده يدفع المبلغ اللي اتفقوا عليه النهارده واللي هيخلص على مراته، وكمان هينشر الفيديو بتاعه ويفضحه. وبيحتار بطنة، ما بيبقاش عارف يعمل ايه، بيحاول يفتكر شكل السواق لكن مش بيقدر لانه كان متقل في عصير الليمون، وبيروح يراجع كاميرات العربية لكنه بيكتشف ان السواق مسح كل التسجيلات، وبيعرف ان هو مجرم محترف وبيتصل بيه علشان يتفاوض معاه. لكن المجرم بيبعت له فيديو وهو بينزل مراته في المية، بيقول له قدامك مهلة ساعتين، يا تدفع الفلوس يا الا هخلص عليها ونفذ الاتفاق. وبيخاف بطنة وبيضطر يسمع كلامه علشان ما يعملش حاجة ولا يأذيها، وبيطلب منه يحررها، فالسواق بيقول له انت طلبت مني ان انا اعمل كده، فلو عايزنا نحررها هنزود المبلغ يبقى دلوقتي 100 مليون. فبطلنا بأقصى سرعة بيروح للبنك علشان يسحب الفلوس اللي يقدر عليها، لكنه بيتفاجئ ان لازم يستنى على الأقل أسبوع لأن المبلغ كبير، وبيفضل يفكر، بيقرر يستخدم ذكائه كل ده علشان يخدع المجرم. وبيتصل بيه وبيقول له ان هو جاهز المبلغ، لكن بيبقى حاطط في الشنطة فلوس مزورة. بيروح العنوان اللي قال له عليه، وعلشان هو مستعجل فجأة وهو في الطريق بيعمل حادثة وبيخبط في عامل توصيل، بيتوتر وبينزل يطمن عليه، لكن فجأة العامل بيضحك وبيضربه بصاع كهربائي، بيفقد الوعي وبيتضح ان هو المجرم السايكو اللي خطف مراته. بعدها كانج بيفوق وبيلاقي مجموعة شباب متجمعين حواليه بيحاولوا يطمنوا عليه، لكنه بيفتكرهم شغالين مع المجرم بيهددهم بالسكينة اللي معاه علشان يبعدوا عنه. بيخافوا وبيفتكروه مجنون، بيسيبوه وبيمشوا. بعدها بيروح يدور على عامل التوصيل وبيفضل يلف في الشوارع لكنه مش بيلاقيه. ولما بيوصل للعنوان اللي المجرم قال له عليه بيتفاجئ انه ولع في الفلوس المزورة، وقدر ان هو ياخدهم من العربية بتاعته. وبيتصل بيه وهو متعصب لان حاول يخدعه، وبيقرر يعاقب مراته، فكانج بيعتذر له، بيوعده ان هو مش هيعمل كده تاني، بس هو للاسف حاول يخدعه لان مش عارف يدبر الفلوس في وقت صغير. وبيفتكر فلاش باك لاول مره شاف فيها مراته، وساعتها كان في المكتبه واعجب بيها من اول نظره. فضل يراقبها من بعيد لكنه ما كانش عنده الجرأة يتكلم معاها، وفضل كل يوم يجي في نفس الميعاد علشان يشوفها، لحد لما اخيرا خدت بالها منه وجابت له المشروب اللي بيحبه علشان تتكلم معاه. سألته ليه دايما بيحب يقعد لوحده، لكن قال لها ان هو بيحب الهدوء. وعجبت مراته في شخصيته، وفضلوا كل يوم يتقابلوا في المكتبة لحد في يوم ما كانوا مروحين والجو بيمطر عليهم، وفجأة من غير مقدمات مراته اعترفت له بمشاعرها، عرضت عليه يرتبطوا. وطبعا كانج ما صدق ووافق على طول. بيفوق بطلنا من ذكرياته، بيعتذر للمجرم، بيترجاه يسامحه وبيطلب منه يديله فرصة تانية وهو هيدفع له الفلوس. بيوافق المجرم لكن بيقرر يضاعف المبلغ وبيخليه 200 مليون، وبيهدده يجمعوا النهارده والا مراته هي اللي هتدفع الثمن. وبيحتار بطلنا ما بيبقاش عارف يعمل ايه، بيقرر يحكي لحماه كل حاجة لانه شخص غني وهو الوحيد اللي يقدر يساعده. بيروح له البيت وبيوري له صورة مراته وهي مخطوفة، وبيطلب منه يسلفه الفلوس علشان ينقذوا حياتها من المجرم. وطبعا حماه بيوافق لان بنته الوحيدة. بيروح يسحب المبلغ من البنك بسرعة، وفي الطريق كانج بيقرر يحكي له الحقيقة. كان عاوز يعترف له ان هو اللي طلب من المجرم يخطف مراته، لكن قبل ما يتكلم حماه بيلومه لان اكيد هو السبب في اللي حصل، وبيقول له ان بنتي ملهاش اعداء واكيد المجرم عمل كده علشان ينتقم منك. وبيزعل كانج من كلامه وما بيرضاش يحكي له حاجة. ولما بيرجع للبيت بيتفاجئ ان بلغ الشرطة، وبيروح المحقق يتكلم معاه وبيسأله عن المجرم علشان يحاول يقبض عليه. بيتعصب كانج وبيقول لهم ان المجرم شخص خطير وسايكو، ولو عرف ان الشرطة بتساعدني مراتي هتبقى في خطر. لكن طبعا محدش منهم بيصدق كلامه، وبيطمنوا المحقق انه هينقذها من غير ما يضطر يدفع الفلوس للمجرم. في الوقت ده مراته بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة في أوضة ضلمة، بتخاف وبتحاول تفك نفسها علشان تهرب، لكن للأسف رجلها بتبقى مربوطة بسلسلة حديد ومتثبتة في الأرض. بتنهار وبتفضل تعيط وتنادى على أي حد يفتح لها. وفجأة بتسمع صوت بنت في الأوضة اللي جنبها بتتكلم معاها وبتعرفها إن هي كمان مخطوفة ومربوطة زيها. بتطلب منها تفضل ساكتة لأن المجرم سايكو ممكن يخلص عليهم هما الاتنين، وبتخاف البطلة من كلامها وبتعمل كده. بعدها المحقق بيطلب من كانج يتصل بالمجرم علشان يحدد مكانه، وفعلا بطلنا بيعمل كده. بيقول ان هو جمع الفلوس، وبيستغل المحقق الفرصة وبيحاول يتتبع المكالمة، لكن بيتفاجئ ان المجرم كل شوية يغير مكانه، وبيعرف ان ده شخص ذكي وهكر كمان. وبيحس المجرم برضه ان في حاجة غريبة بتحصل. بيطلب من كانج يفتح الكاميرا علشان يشوف مين معاه في البيت،
بيضطر كانج يسمع كلامه وبيخاف المحقق وبيستخبى تحت الترابيزة بسرعة، لكن المجرم بيطلب منه يدخل للمطبخ وبيتوتر بطلنا لأنه لو عمل كده هيشوف المحقق اللي تحت الترابيزة، وبيضطر حماه يخرج في الوقت المناسب وبياخد الموبايل منه وبيتكلم مع المجرم وبيهدده لو قرب من بنته هيندمه، لكن مراته بتخاف عليها بتاخد الموبايل منه وبتعتذر للمجرم، بتوري له الفلوس وبتعرض عليه تزود المبلغ كمان مقابل ان يسيب بنتها خلال ساعتين، بس طمنا عليها الاول علشان نعرف انها كويسه ولا لا، وبتبقى متاكده ان هيوافق لان هدفه الفلوس، وبيضحك المجرم وبيوافق وبيدخل للاوضه اللي حابسها فيها، لكنه بيهجم عليها بيفضل يخنق فيها بالحبل وبيقول لهم انا اللي متحكم في اللعبه، مش من اي حد فيكم يحدد شروط غيري، وبتخاف الام وبتعتذر له بتترجاه يسيب بنتها، لكنه بيرفض وبيكمل في اللي بيعمله لحد لما بيغمى على بنتها وما بيقدرش كانج يستحمل اكتر من كده، بياخد الموبايل منها وهو بيعيط وبيعتذر له بيوعده انه هينفذ كل اوامره، لكن المجرم بيقرر يعاقبه لانه ما التزمش بالاتفاق اللي بينهم، بيبعت لهم الفيديو بتاعه وبيعرفهم ان هو اللي طلب منه يخطف مراته. طبعا المحقق بيتفاجئ من اللي عرفه وبيقرر يقبض عليه، وبياخد بطلنا معاه الاسم علشان يحقق معاه، وهناك بيحاول بطلنا يدافع عن نفسه وبيقول له انا كنت شارب ومش في وعي، غير كده انا مش فاكر ان انا قلت للمجرم حاجه، المجرم هو اللي استغلني علشان يصورني، لكن محدش بيصدقه بيفتكروه شريك المجرم، وبيحتار بطلنا ما بيبقاش عارف يعمل ايه وبيدخل للحمام علشان يفكر، وفجأة بيظهر وراه شخص غامض بيقول له انا مصدقك وعارف انك بريء، وبيطمنه ان هو هيساعده ينقذ مراته وينتقم من المجرم، وبيستغرب كانج وبيسأله ازاي عرف ان مراته مخطوفة ولو انت اللي خاطفها، لكن الراجل مش بيجاوبه، بيطلب منه يقابله الساعة 11 وهو هيفهم كل حاجة، وبيقول له على العنوان، وبيفتكروا بطلنا مجنون لانه محبوس ومش هيقدر يخرج من الاسم، بيقرر يرجع عند الشرطة علشان يكمل تحقيق. في الوقت ده مراته بتفوق وبتلاقي قدامها ساعة رملية وبتعرف ان العد التنازلي لما ينتهي المجرم هيخلص عليها، واول لما الدمية الحمراء تتغطى هتموت، وفجأة بتسمع صوته بيقرب منها بتخاف بتفتكره هيضربها، لكن بيديلها مرهم للجروح اللي في وشها، وبيطلب منها تفضل عايشة لحد لما ياخد الفلوس، وبتنهار وبتسأله ليه بيعمل كده، لكن ما بيردش عليها وبيسيبها وبيمشي. بعدها كانج بيحكي للمحقق كل حاجة وبيعرف ان بريء والمجرم هو اللي خطف مراته لوحده، لكن للأسف المحقق مش بيصدقه وبيقرر يسجنه لحد لما يعترف على مكانها، لكن اول الساعة لما بتقرب على 11 فجأة الكهرباء بتقطع في الاسم كله، بيتفاجئ بطلنا بيعرف ان الشخص الغامض هو اللي عمل كده علشان يساعده، بيقرر يستغل الفرصة ويهرب، بيخرج من الباب الخلفي بيفضل يجري بأقصى سرعة، لكن المحقق بيطارده وبيحاصره وكان خلاص هيقبض عليه، بس على مين؟ بطل نجم التنين، وبالرغم ان دكتور وسيم لكن نينجا خطير بيطير من الشباك، بينزل من على المواسير وبيقرر يقبض على المجرم بنفسه علشان يثبت براءته وينقذ مراته، وبيروح المستشفى بتاعته وبيبدأ يجمع الأدوات اللي هيحتاجها. بعدها وهو خارج بيقابل صاحبه المقرب وبيستغرب صاحبه لأنه لسه ما يعرفش كل حاجة، وبيسأله بيعمل إيه هنا، بيتوتر كانج وبيقول له إن هو نسى حاجة، لكن فجأة حماه بيتصل بصاحبه بيعرفوا إن البطل خاطف مراته وهرب من الشرطة، لو قدامك قول بيبدأ يديله إشارات إن هو قدامه علشان بطلنا ما ياخدش باله، فحماه بيطلب منه يعطله لحد لما يوصل، وللأسف صاحبه بيصدقه كان هيقبض عليه، لكن بطلنا بيبقى أسرع منه، بيضربه ويوقعه على الأرض وبيعتذر له وبياخد مفاتيح عربيته وبيوعده إنه يشرح له كل حاجة لما ينقذ مراته، وبيسيبه وبيمشي بسرعة، لكن الحارس بيشوفه وبيطلب منه يسلم نفسه، بيمثل بطلنا ان هيعمل كده لكنه بياخد المسدس منه، بيهدده يبعد عنه والا هيخلص عليه، بس طلع مسدس بيرش حاجه في عينيه، فالحارس ما بيشوفش حاجه وبيركب العربيه بطلنا وبيهرب بسرعه. في الطريق بيتصل بوالدته علشان يطمن عليها، بيعرفها ان بريء وبيطلب منها تثق فيه، وفجاه الشرطه بتعمله كمين وبيبداوا يطاردوه، بيطلبوا منه يسلم نفسه لكنه بيرفض وبيقرر يسوق بأقصى سرعة وبيفضل يهرب منهم في المدينة، لكن للأسف البنزين بيخلص منه بيضطر ينزل من العربية وبيكمل جري على رجليه، بيحس بالتعب وبيدخل يستخبى في مبنى مهجور، لكن واحد من الشرطة بيشوفه بيروح وراه علشان يقبض عليه، وبيضطر كانج يتخانق معاه بكل قوته، لكنهم بيتكعبلوا وبيقعوا هما الاتنين من على السلم، وللأسف الشرطي بيتصاب في العمود الفقري وبيحس بطلنا بالذنب وما بيرضاش يتخلى عنه، بيعملوا إسعافات أولية علشان ينقذ حياته وبيطمنوا إنه هيبقى كويس، لا وكمان بيتصل بالإسعاف وبيطلب منهم ييجوا ياخدوه، وبيرمي الموبايل جنبه علشان يعرفوا مكانه، بيسيبه بيكمل طريقه في الجري، وبيفضل ماشي في الشوارع وهو مش عارف يروح فين ولا يجي منين، لحد لما بيلاقي الشخص الغامض اللي قابله في القسم مستنيه، وبينبهر لما بيشوفه وبيقول له انا كنت متاكد انك مش شخص عادي، بيقرر ياخده معاه للبيت علشان يفهمه كل حاجه، ولما بيوصلوا بيتفاجئ بطلنا ان هو معلق معلومات عن المجرم في كل حته، وكمان بيشوف صوره مراته وبيفتكروا شريك المجرم، بيهدده بالمسدس وبيطلب منه يعرفه مكانها، لكن الشخص الغامض بيقول له انت فاهم غلط وبيضربه وبياخد المسدس منه،
بيقول له أنا كمان عايز أوصل للمجرم زيك وقررت أستخدمك كطعم علشان أقبض عليه وأنتقم منه. بيتفاجئ بطلنا وبيحس إن هو مخبي حاجة، فبيستخدم ذكائه بيهجم عليه، بيديله حقنة فيها منوم وبينجح يخليه يفقد الوعي. في الوقت ده مراته بتقرر تهرب وبتستخدم المرهم اللي المجرم جابه لها وبتحطه على رجليها وبتنجح إنها تفك نفسها. بعدها بتفضل تضرب الباب بالسلسلة الحديد لحد لما بتكسره. بتخرج من الأوضة وبتفرح وبتفتكر إن خلاص بقت في أمان، لكنها ما بترضاش تهرب لوحدها. بتقرر تنقذ البنت اللي مخطوفة جنبها، بتروح تنادي عليها وبتطمنها إنها تخرجها. بتفضل تدور على مفتاح أوضتها لحد لما بتلاقيه. بتفرح وبتروح تفتح لها، لكن للأسف المجرم بيوصل وبيقبض عليها، بيحبسها تاني. بعدها كانج بيفضل يفتش في بيت الشخص الغامض لحد لما بيلاقي الهوية بتاعته، وبيعرف إن هو كان شغال شرطي، وبيتأكد إن هو اللي قطع الكهرباء علشان يساعده يهرب من اسم الشرطة. وبيقرب منه وبيسأله ليه عاوز ينتقم من المجرم، وبيقرر الشرطي يحكي له قصته، وبيقول له نفس المجرم ده خطف مراتي من سنتين وبعت لي صورتها وهي مربوطة، طلب مني أدفع 30 مليون وإلا هيخلص عليها. اضطريت أسمع كلامه، سبت الفلوس في المكان اللي قال عليه، لكن للأسف خدعني، مرضاش يحررها، لا خلص عليها. والشرطي بيخلص كلامه وبيعرفه إن هو من ساعتها بيدور عليه علشان ينتقم منه. بيتأثر كانج بقصته، بيتعاطف معاه، بيتأكد إن هو ضحية زيه، وبيتفقوا يتعاونوا علشان يقبضوا على المجرم قبل ما مراته تموت. في الوقت ده مراته بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة تاني في نفس الأوضة، لكن المرة دي مربوطة من إيديها الاتنين. وبتسمع صوت المجرم عند البنت اللي جنبها، وبتعرف إن هو قرر يخلص عليها. بتفضل تعيط وبتطلب منه يبعد عنها، لكنه للأسف بيرفض، وبيعرفها إن خلاص العد التنازلي بتاعها خلص، وبيفضل يضرب فيها بالمطرقة لحد لما بتموت. بعدها كانج بيروح عند حماه وبيهدده بالمسدس علشان يسلمه الفلوس. بيعتذر له إنه مضطر يعمل كده علشان ينقذ مراته، وبيبقى حماه رافض لأنه فاكره جبان. بيقرر يتصل بالشرطة، لكن بطلنا بيضرب طلقتين بالمسدس في الجو علشان يخوفه، وفعلا خطته بتنجح. بيضطر حماه يسمع كلامه وبيسلمه شنطة الفلوس، وبيشكره كانج وبيوعده إنه هينقذ مراته ويرجع له الفلوس تاني. وتاني يوم بيبدأ ينفذ خطته، بيقدر يجيب كاميرا المجرم كان بيراقبه منها وبيشغلها تاني وبيحطها فوق السطح. بيقف قدامها وبيكتب له رقمه علشان يكلمه، والمجرم كان قاعد على الشاشات وفعلا شافه واتصل بيه. والمجرم بيكذب عليه، بيقول له انت اتأخرت ومراتك خلاص ماتت. لكن بطلنا بيضحك وبيفتح شنطة الفلوس وبيرمي عليها بنزين، وبيهدده اذا كان ده اخر كلام عنده علشان لو كده هولع في الفلوس. وبيخاف المجرم لانه مدمن فلوس وبيحبها جدا. بيجيب ورا وبيقول له يا عليك بقى، ده انا بهزر معاك يا استاذ كانج، مراتك لسه عايشه. وبيقرر يخليه يكلمها علشان يتاكد. في الوقت ده مراته بتشوف قطعة ازاز واقعة عند الباب، وبتقرب منها علشان تاخدها، وبتفضل تحاول لحد لما بتنجح. فجأة المجرم بيدخل عليها، ولحسن الحظ ما بياخدش باله، وبيديلها الموبايل علشان تكلم بطلنا. بيفرح اول لما بيسمع صوتها، بيطلب منها تستناه ما تفقدش الامل، وبيوعدها انها ينقذها. وبتفرح مراته ان ما تخلاش عنها، وبتعيط وبتقول له انها بتحبه. بيتغاظ المجرم من علاقتهم، بيقرر يوقع بينهم. ولما بينهي المكالمة بيقرب من مراته، بيعرفها ان كانج هو اللي طلب منه يخطفها، وطبعا بتتصدم، ما بتبقاش مصدقاه، لكن بيقول لها انا معايا دليل على كلامي، وبيسيبها وبيمشي وهو بيضحك. بعدها بطلنا بيبدأ يجهز نفسه لانه عارف ان مراته قدامها وقت معين، لان الشخص الغامض عرفه ان مراته بتموت خلال 32 ساعة، وهي ديت نفس المدة اللي ساعة الرمل بتخلص فيها. لذلك بطلنا كان واثق ان مراته عايشة وهو بيكلم المجرم. وبيروح الشرطي اللي بيساعده يتكلم معاه، وبيديله مسدس علشان يدافع بقى عن نفسه. بيطمنه ان هيراقبه من بعيد علشان يحميه، وبيشكره بطلنا وبيوعده ان لما ينقذ مراته هيسلم المجرم. وبالليل بيروح المكان اللي هيقابل فيه المجرم، وبيبقى عبارة عن مصنع مهجور، وبيلاقي المجرم مستنيه في عربيته. بيقرر بطلنا يسلمه شنطة الفلوس علشان يعرف منه مكان مراته، لكن فجأة الشرطي بيخالف الخطة اللي اتفقوا عليها. بيبدأ يضرب على المجرم بالسلاح لحد لما بيخلص عليه. وبيتفاجئ بطلنا بيجري على العربية علشان يسأل المجرم عن مراته، لكنه بيكتشف ان اللي كان في العربية شخص تاني، وبيعرف ان المجرم خدعهم. وفجأة الشرطة بتوصل للمكان وبتحاصرهم، وبيخاف بطلنا وبيحاول يهرب بسرعة، لكن للأسف العربية بتاعته بتتغرس في الرمل، وبيضطر ياخد الفلوس وبيجري على رجليه. وبيشوف المحقق وبيفضل يطارده، بيطلب منه يسلم نفسه، غلبان فاكره شاب طري ما يعرفش انه وحش مفتري. بيمسك المسدس بيهدده لو حد قرب منه هيخلص عليه. وبيخاف الكل وبيعرفوا ان شاب عنيف في التعامل معاهم حريف. ولحسن الحظ الشرطي اللي بيساعده بيوصل في الوقت المناسب، وبيستغل كانج الفرصة بيركب معاه العربية. وفي الطريق بيعتذر له الشرطي على اللي حصل، لكن بطلنا بيرفض يسامحه لانه بوظ خطته وعرض مراته للخطر. لكن الشرطي
الشرطي بيقول له مراتك انا كنت واثق انها مش في العربيه. فكانج بيتصدم بيقول له معنى كده ان انت عارف ان مراتي للاسف هتموت. فبيبدا الشرطي يعرفه ان المجرم لما كان بيكلمه كان للاسف مراته اصلا ميته من قبلها، وان هو عمره ما كان هيرجع له مراته ولا كان ناوي يعمل كده. لكن للاسف المجرم بيبقى بيراقبهم وبيستغل الفرصه، واول لما بينزلوا من العربيه بيستغل الفرصه وبيخبط الشرطي بالعربيه جامد. بيتفاجئ كانج من اللي حصل، بيحاول ينقذ الشرطي لكن للاسف حالته بتبقى خطيره وبيعتذر له، بيطلب منه ينتقم له، واخر حاجه بيقولها انا بتمنى تنقذ مراتك في الوقت المناسب، وبيودعه وبعدها بيموت وبينهار بطنه وبيفضل يعيط عليه. في الوقت ده مراته بتبقى مصدومه ان جوزها هو اللي طلب من المجرم يخطفها، لكنها بتقرر تهرب علشان تتاكد بنفسها، ولسه مش مستسلمه بتستخدم قطعه الازاز اللي خدتها بتقطع بيها الحبل. لكن فجاه المجرم بيوصل ومعاه المطرقه بيقرر يخلص عليها. بيدخل الاوضه وهو بيضحك لكن بيتصدم انها مش موجوده، وبيبص فوق بيلاقيها. فجاه بتنزل عليه من السقف بتضربه بالساعه الرمليه، بتوقعه على الارض وبتخرج من الاوضه بسرعه، لكنها بتكتشف انها في مكان مهجور قدامها بحيره متجمده. بتسمع صوت المجرم وراها وبتقرر تخاطر بحياتها وبتفضل تجري على البحيره لحد لما بتعدي منها وبتوصل للغابه على الاتجاه التاني. كانج بيحس ان هو شاف المجرم قبل كده، بيفضل يفكر لحد لما بيعرف ان هو كان مريض عنده في المستشفى. بيقرر يتاكد بنفسه، بيروح للمكتب بتاعه بيفضل يدور في ملفات المرضى، بيستبعد اللي عمرهم اكتر من 50 لان المجرم عمره يتراوح ما بين ال30 لل40. بيتذكر كان عنده مرض ايه، رجله اللي وجعاه. بيستبعد اي حد تاني غير كده لحد لما بيتذكر ان في زرار وقع منه، فبيجيب الملف اللي فيه واحد واقع منه زرار وبيعرف عنوانه. بيقرر يقبض عليه لكن وهو خارج بيشوف صورته مع مراته وبنته اللي ماتت. بيفتكر ذكرياته معاها لما كان بيحتفل بعيد ميلادها، قد ايه حياتهم كانت سعيدة وهي موجودة. بيفوق من ذكرياته وبيعيط لانه مفتقدها. بيصمم ينقذ مراته مهما حصل، لكن للأسف الحارس بيشوفه في كاميرا المراقبة. بيتصل بالشرطة وبيعرفهم ان هو موجود في المستشفى علشان يقبضوا عليه. وبيوصل للمحقق وبيبدأ يدور عليه في كل مكان، وبيحتار بطلنا ما بيبقاش عارف يعمل ايه، بيحس ان دي نهايته. لكن لحسن الحظ الدكتورة زميلته بتشوفه وبتقرر تساعده، وده لانها واثقة فيه وان هو بريء. بتاخده للمكتب بتاعها علشان يستخبى، وبيروح المحقق يتكلم معاه وبيسألها عن بطلنا لكنها بتكذب عليه. بتقوله ان هو لو موجود هنا هي هتخاف وتهرب حالا. بيقولها لا، خش جوه واقفل على نفسك الباب. وبيصدق التمثيليه بتاعتها وبيبقى بطلنا مستخبي جوه. وبيفرح كانج ان بقى في امان، وبيشكر زميلته انها ساعدته. بيوعدها ان هيرد لها الجميل وبيسيبها وبيهرب من الباب الخلفي. في الوقت ده مراته بتفضل تجري وهي خايفه وبتعيط لان المجرم السايكو بيطاردها، وبتضطر تستخبى منه ورا شجره. بالحسن الحظ بيعدي من جنبها وما بياخدش باله منها. بتفرح بتقرر تكمل طريقها لكنها بتتكعبل ورجلها بتتعور، وبالرغم انها بتتألم لكنها مش بتستسلم. بتستحمل الوجع وبتفضل ماشيه لحد لما بتخرج من الغابه. بتطلع على الطريق وبتشوف عربيه ماشيه بسرعه، بتقف قدامها وبتشاور لها علشان تقف وتنقذها. وبتبقى اللي سايقه العربيه ست طيبه بتصعب عليها حالتها، بتسمح لها تركب معاها وبتاخدها وبتسوق باقصى سرعه. وفي الطريق بتلاحظ انها بردانه وبتغطيها بالجاكيت علشان تدفيها، وكمان بتديلها منديل تمسح جروحها وبتطمنها انها توصلها المستشفى بنفسها. بتفرح البطله وبتشكرها وبتفتكر انها بقت في امان. فالست بتديلها موبايل علشان تطمن اهلها، لكن بيقع على الارض. ولما بتوطي تجيبه وبترفع راسها الست بترش عليها حاجه بتنومها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة والمجرم واقف قدامها. بتنهار وبتعرف ان الست اللي ركبت معاها تبقى مراته. وبيقرب المجرم منها وهو بيضحك وبيقول انت فاكرة انك تقدري تهربي مني، وبيقرر يعاقبها علشان يندمها انها ضربته. بيفضل يخنق فيها بكل قوته. بتدخل البطلة وبتحس ان دي نهايتها، لكن فجأة الست بتيجي بتبعده عنها وبتقوله ان هما لسه محتاجينها. وبتقرب منها وبتعرفها انها مرات المجرم، وكمان هي البنت اللي كانت بتكلمها طول الفترة اللي فاتت في الأوضة اللي جنبها. وبتتصدم البطلة من اللي سمعته وبتعرف ان هما الاتنين مجانين زي بعض، وبتسألهم ليه بيعملوا فيها كده، لكنهم بيعرفوا ان جوزها هو اللي طلب منهم يخطفوها علشان تصدقهم. بيفرجوها على الفيديو. تتفاجئ البطلة من اللي شافته وما بتبقاش مصدقة انها كانت مخدوعة فيه وفاكرة ان بيحبها، وبتنهار وبتفضل تعيط. في الوقت ده كانج بيروح عنوان المجرم لكنه مش بيلاقيه هناك. بيحس بالإحباط لأن ده كان الأمل الأخير عنده، لكنه مش بيستسلم. بيفضل يدور في الصور بتاعته لحد لما بيعرف إن هو عنده بيت مهجور في الغابة وبيشك إن ممكن يبقى هناك. بيركب العربية بيسوق بأقصى سرعة علشان يروح له، وفي الطريق بيفتكر ذكرياته مع مراته
اللحظات الحلوة اللي عاشوها وبيعرف قيمتها وبيتأكد إن لسه بيحبها. بيصمم ينقذها بأي تمن، ولما بيوصل للعنوان بيجهز المسدس بتاعه، لكنه لما بيدخل للبيت بيلاقي مرات المجرم هي اللي هناك، وبيقرر يخطفها وبيهددها بالمسدس علشان تعرفه مكانه، وبياخد موبايلها وبيتصل بالمجرم. أول لما بيرد بيقول له مراتك معايا، أنا هخليك تحس نفس العذاب اللي أنا حسيت بيه. بيضرب طلقة بالمسدس في الجو، المجرم بيصوت بيقول له بالله عليك، بيترجاه يسيبها وهو هينفذ أوامره، وبيضطر يقول له على مكان مراته. بيعرفوا إنها محبوسة في أوضة تحت الأرض ممكن تخشها من الحمام، وبيقرر بطن يستغل الفرصة، بياخد المفتاح بيروح يفتح لها بسرعة. بيشوفها وهي قاعدة خايفة وبتصعب عليه حالتها، بيفكها وبيطمنها إنها بقت في أمان، وبيطلب منها تيجي معاه، لكنها للأسف بتبقى خايفة منه. بتعرفوا إنها شافت الفيديو بتاعه وعرفت إن هو اللي طلب من المجرمين يخطفوها. بيتوتر بطنها بيقول لها إن هم بيخدعوها وهيشرح لها كل حاجة لما يطلعوا. بيطلب منها تثق فيه وتيجي معاه وهو يشرح لها كل حاجة ويهربوا من هنا. بتصدقوا مراته وبتقرر تروح، وبياخدها كانج وبيخرج، لكن فجأة المجرم بيوصل بيضربه بحديدة من ظهره. بيبدأوا يتخانقوا مع بعض، وبتحاول مرات المجرم تاخد المسدس لكن البطلة بتهجم عليه، بتكسر الترابيزة بيها، وبيستغل كانج الفرصة وبيضرب المجرم وبياخد مراته وبيخرج من المكان. بيركب العربية وبيسوق بأقصى سرعة. بيحاول المجرم يضرب عليهم بالمسدس لكنه مش بيقدر يصيبهم، وبيفرح أبطالنا وبيفتكروا إن هم خلاص بقوا في أمان، لكن المجرم الخنزير بيرفض يسيبهم. بيروح وراهم بيخبطهم بالعربية، وبسبب كده بيعملوا حادثة. ولما كانج بيفوق بيلاقي مراته متصابة بجروح في وشها. بينزل من العربية بيفضل ينادى عليها لحد لما بتفوق، لكنها لما بتفتح عينيها بتتفاجئ ان المجرم واقف وراه ومعاه جاروف. بتصرخ علشان تحذره. بينجح بطلنا يتفادى الضربة في الوقت المناسب، بيضربه بيوقعه على الارض وبياخد مراته وبيحاول يهرب، لكن المجرم بيقول له انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ لا. بيروح وراهم بيفضل يطاردهم، بيهجم عليهم بالجاروف، وبيضطر كانجي يتخانق معاه، لكنه للاسف بيتصفي بطنه، بيبدا ينزف، وبيستغل المجرم الفرصة وبيقرر يخلص عليه. ولحسن الحظ الشرطة بتوصل في الوقت المناسب، وبيهدد المحقق يرمي الجاروف ويسلم نفسه. وبيخاف المجرم بيمثل انه هيستسلم، لكن بيطلع يجري في الغابة، ولانه حافظ المكان اكتر منهم بينجح انه يهرب بسهولة. لكن واحد من الشرطة بيجري وراه وبيشوفه، بيفتكره شخص عادي، بيقرر يقبض عليه لوحده، لكن للاسف المجرم بيوقعه على الارض، بيمسك طوبة بيفضل يضرب فيه. بعدها بيرجع للبيت علشان يطمن على مراته، لكن بيلاقيها واقعة على الارض مش قادرة تتحرك. بتطلب منه يسيبها ويهرب قبل الشرطة ما توصل، لان عندها الغضروف ومش قادرة تعمل اي حاجة، وانها تبقى عقبة عليه وهما الاتنين ممكن يتمسكوا. بينهار المجرم لانه بيحبها، لكن بيضطر يسمع كلامها وبيوعدها انه هيرجع تاني وينقذها. بيسيبها وبيجري وهو بيعيط. بعدها الاسعاف بتوصل وبيعالجوا اصابة كانج. بينقلوا مراته للمستشفى، وبيبقى بطلنا عاوز يروح لها علشان يطمن عليها، لكن الشرطة بتمنعه لان هم فاكرينه هو اللي كان خاطفها. لكن مراته بتفوق وبتنزل من عربية الاسعاف وبتجري عليه، بتقولهم ان هو بريء وما عملش حاجة، وبتعرفوا ان المجرم ومراته السايكو هم اللي كانوا خاطفينها، وبطلنا هو اللي جه انقذها منهم. وبيتفاجئ المحقق وبيحس بالذنب لانه كان ظلمه. بيطمنها انه هياخدوا الاسم ويحقق معاه، ولو اتاكد ان بريء هيسيبه يمشي، لكنه بيعرف من الشرطة ان المجرم هرب منهم، ومراته واقعة على الارض ومش قادرة تتحرك. بيطلب من بطلنا يفحصها بما انه دكتور، ولما بطلنا بيشوفها بيعرف ان حالتها خطيرة ومحتاجة تعمل عملية في اسرع وقت، والا مش هتقدر تمشي على رجلها تاني. وبيضطر المحقق ينقلها للمستشفى بتاعته، وبيروح كانج معاهم، لكن حماه بيدخل عليه، بيبقى متعصب لانه سرق فلوسه، وبيعتذر له بطلنا وبيقول له انا عملت كده علشان انقذ مراتي، وبيطمنه ان الفلوس بتاعته لسه معاه موجودة في شنطة العربية. وبيعرفوا ان هو مضطر يعمل عملية لمرات المجرم علشان ينقذ حياتها، ويعرفوا ليه عملوا كده وليه خطفوها. بيتفاجئ حماه وبيبقى رافض لانها خطفت بنته ولازم تتعاقب، لكن بطلنا للاسف بيقول له ان ده الحل الوحيد علشان نعرف هم ليه اصلا خطفوها. والشرطه كمان بيقتنعوا، بيقولوا له ان هم لازم يعملوا لها العمليه علشان يعرفوا يستجوبوها. بيمثل ابوها ان هو موافق، لكنه بعدها بيروح يتكلم مع كانج لوحده، بيطلب منه يسيب المجرمه تموت في العمليه علشان ينتقم منها وساعتها يسامحه. بيتفاجئ بطلنا وبيحتار، ما بيبقاش عارف يعمل ايه، لانه لو سمع كلامه كده هيخالف ضميره. بيروح يجهز نفسه للعمليه، لكنه بيقف قدام المرايه وبيفتكر ان المجرم عمله في مراته، كان عاوز يخلص عليها. بيتعصب، بيقرر ينتقم منه. بعدها بيلبس هدومه وبيدخل اوضه العمليات علشان يبدا. بيقرب من المجرمه وبيقول لها دلوقتي حياتك بين ايديا ونهايتك خلاص قربت، وبيديلها مخدر علشان ما تحسش بحاجه. وبيبدا العمليه وبتبقى كل حاجه ماشيه تمام، لكن فجاه بيحصل لها نزيف، وبيبقى حماه بيراقب اللي بيحصل في الكاميرات وبيفرح.
بيفتكروا هيسيبها تموت، لكن بطلنا ما بيقدرش يخالف ضميره، بينقذها في الوقت المناسب، ولما بيخرج بيعرفهم إن العملية نجحت وبيبقى فاكر إن خلاص المشاكل كلها اتحلت. لكن المحقق بيقول له إن هو ملقاش الفلوس في شنطة عربيته، وده معناه إن لسه متهم، وبياخده للقسم علشان يحقق معاه. وهناك بيسأله ليه هرب من القسم، وبيقول له كانج أنا عملت كده علشان أنقذ مراتي، ولو أنت مكاني كنت هتعمل زيي. وبيتأثر المحقق بكلامه وبيحس إن هو بريء، وبيقرر يخرجه، وبيفرح بطنه وبيشكره، وبيقرر يروح يستجوب مرات المجرم. لكن في الوقت ده واحد من الدكاترة بيبقى عامل خطة، بينوم الحارس وبيدخل أوضتها وبيفضل يتسحب لحد لما بيوصل عندها، بيستغل إنها نايمة وبيقرر يخلص عليها. ولحسن الحظ بطلنا بيوصل في الوقت المناسب، وبيمنعه في آخر لحظة، وبيسأله إذا كان حماه هو اللي طلب منه يعمل كده. وبيفتكر فلاش باك من سنتين، وساعتها كان في المختبر بتاع المستشفى، وبالصدفة سمع حماه وهو بيتكلم مع الدكتور ده بيقولوا إن التجارب اللي بيعملوها نجحت. وبيستغرب بطلنا وبيدخل عليهم، ولما بيفتح التلاجة بيلاقي فيها عينات اختبار، وبيفهم إن هم بيسرقوا أعضاء المرضى الفقراء من غير ما يعرفوا علشان يزرعوها للناس الأغنياء ويكسبوا فلوس كتيرة. وبيتفاجئ وبيسأل حماه ليه بيعمل كده، لكنه بيتوتر. بيقول له ما تفهمنيش غلط، أنا باخد العينات ديت من الناس بعد ما يموتوا. وبيمثل إن بيعمل كده علشان ينقذ أرواح الناس. وطبعا كانج بيبقى عارف إن كذاب، وبيقرر يبلغ عنه علشان ياخد عقابه، لكن حماه بيحذره لو عمل كده مراته قلبها يتكسر وهي كمان هتتحبس. وبيفضل يبتزه عاطفيا لأنه عارف إن بيحبها، وبيطلب منه يفضل ساكت لأنك عارف إن مراتك هي مديرة حسابات المستشفى، فطبيعي هتتاخد في الرجلين. وللأسف بطلنا بيضطر يسمع كلامه، وبنرجع للحاضر، وبيروح يسأل الدكتور ليه حماه عاوز يخلص من مرات المجرم، لكن الدكتور بيتوتر ما بيرضاش يجاوبه، وبيزقه وبيهرب من المكان. وبيحس كانج إن في سر خطير بيقرر يكتشفه. بعدها بيروح للمطعم عند والدته، وبتتفاجئ لما بتشوفه، بتجري عليه وبتحضنه، لكنه بيعتذر لها على المشاكل اللي عملها، وبيعرفها إن هو خلاص أنقذ مراته وأثبت براءته. وبتفرح والدته وبتنصحه يتكلم معاها علشان يصلح الخلاف اللي بينهم. وبيقرر كانج يعمل كده بعد ما يقبض على المجرم. بعدها أخوه بيقعد معاه، وبيبقى مستغرب إن هو أنقذ مراته مع إنه كان عاوز يطلقها، لكن بطلنا بيقول له أنا بحبها ومستحيل أكرهها حتى لو هطلقها، كنت ناوي أطلقها لأن حسيت إنها بتفتكر بنتنا اللي ماتت كل لما بتشوفني، علشان كده كنت هبعد عنها لأني مش عاوز أشوفها وهي حزينة ومكتئبة. بيتأثر أخوه بكلامه، وبيتأكد إن هو فعلا حب حياته. وتاني يوم المجرم بيشوف الأخبار بتتكلم عنه في التلفزيون، وبيقولوا عليه سايكو ومجنون، وبيتعصب وبيقرر يغير هويته، بيلبس هدوم جديدة علشان محدش يتعرف عليه، وبيروح يتغدى، لكن بيفضل يتكلم مع صاحبة المطعم، بيستدرجها في الكلام، وبيعرف منها إن بنتها شغالة ممرضة في المستشفى اللي مراته محجوزة فيها. بيضحك وبيبان إنه بيخطط لحاجة خطيرة. بيستناها لما بتخلص، بيروح وراها البيت علشان يخطفها، ولما بنتها بتوصل بتتفاجئ لما بتشوفه. كانت هتبلغ الشرطة، لكنه بيعرفها إنها لو عايزة والدتها لازم تصبر شوية، وبيهددها تنفذ أوامره وإلا هيخلص عليها. وبتخاف الممرضة وبتضطر تسمع كلامه. في الوقت ده البطلة بتحاول تنام، لكنها بتفتكر كلام المجرم لما قالها إن جوزك هو اللي طلب مني يخطفها ويخلص عليها، وبتحتار وما بتبقاش عارفة هو عمل كده بجد ولا لأ. بتخرج من أوضتها علشان تفكر، لكن بتسمع أبوها بيتكلم في الموبايل، بيبقى بيزعق للدكتور لأنه فشل في المهمة، وبيقرر يروح للمستشفى. بتستغرب البطلة وبتروح وراه، لكنها مش بتلحقه. وبتشوف كانج واقف قدام البيت، وبتعرف إنه بيراقب أبوها، وبيفضل الاتنين باصين لبعض بنظرات كلها حب. بيبقى بطلنا عاوز يروح لها ويقول لها إن بريء وأبوها السبب في كل اللي بيحصل، لكنه ما بيبقاش عنده دليل على كلامه، وبيقرر يروح وراه علشان يراقبه. ولما بيوصل للمستشفى بيستناه في مكتبه، وبيواجهه إن هو حاول يخلص من مرات المجرم. وبيتفاجئ حماه، وطبعا بينكر، لكن بطلنا بيقول له إن هو لما كنت بعمل لها العملية قالت لي إنك بتسرق أعضاء المرضى، وده معناه إنها عارفة أسرارك، علشان كده أنت حاولت تخلص منها. وبيتوتر حماه، لكنه بيقول له مفيش دليل على كلامك لأنها لسه ما فاقتش، وبيسيبه وبيمشي. وبيتعصب بطلنا، بيقرر يقبض على الدكتور اللي بيساعده علشان يجبره يعترف. بيحاول يتصل بيه لكنه ما بيردش، وفجأة بيسمع صوت موبايله في المخزن، ولما بيدخل عليه بيتفاجئ إنه واقع على الأرض ميت، وفي حد خلص عليه. بيتصل بالشرطة علشان يفحصوا الجثة، ولما المحقق بيوصل بيقول لبطلنا هو أنت كل لما بتروح مكان بتعمل مصيبة؟ بيشك إن هو اللي خلص عليه، لكن كانج بيدافع عن نفسه، وبيعرفوا إن الدكتور كان جاي يقابل حماه في وقت متأخر. فبيقرر المحقق يراجع كاميرات المراقبة، لكنه بيشوف حماه وهو بيمشي من المستشفى لوحده. وبعدها الدكتور ركب الأسانسير، وبيلاحظ إن الدكتورة زميلته كانت راكبة معاه. بيروح يتكلم معاها وبيسألها إذا كانت لاحظت حاجة غريبة قبل ما يموت،
لكنها بتقوله إن هو كان متوتر وبيكلم نفسه وبيحتار المحقق وما بيبقاش عارف مين المجرم، وبياخد كانج للقسم علشان يحقق معاه، وهناك بيقرر بطلنا يحكي له كل حاجة. بيقول له إن الدكتور حاول يخلص على مرات المجرم وهي نايمة وأنا منعته في آخر لحظة، أكيد في حد طلب منه يعمل كده وأنا شاكك في حماية. بيتفاجئ المحقق وبيسأله إذا كان عنده دليل على كلامه، لكن بطلنا بيقول له المفروض ده يبقى شغلك أنت، وبيحس المحقق بالإحراج وبيروح للمستشفى. بيبدأ يستجوب مرات المجرم، ولحسن الحظ بيلاقيها فاقت من العملية وبيسألها ليه هي وجوزها خطفوا البطلة، لكنها بتمثل إن تعبانة وما بترضاش تجاوبه. بيتأكد المحقق إن كانج بريء ومالوش علاقة بخطف مراته، وبينشر في الأخبار كلها إن هو بريء وما عملش حاجة علشان يحسن صورته اللي بوظها. بعدها بيروح له البيت وبيقعد يتكلم معاه وبيعتذر له إن هو كان شاكك فيه وهو مظلوم، وبيوعده إنه هيقبض على المجرم الحقيقي. وبيفرح كانج بكلامه وبيشكره، وتاني يوم بيرجع للمستشفى بعد ما الكل عرف إن بريء، وبيروح يحضر اجتماع مع حماه بيطلب منه يسمح له يفحص مرات المجرم ويبقى هو المسؤول عنها. حماه بيبقى رافض، لكن بطلنا بيصمم لأن هو اللي عمل لها العملية وأكتر حد عارف حالتها، وبيتوتر حماه وبيضطر يوافق. بعدها بطلنا بيروح ويسألها بيقول لها وأنت ليه خطفت مراتي؟ فبتحكي له المجرمة إنها كانت محتاجة عملية، لكن حماه رفض يعملها لها لأنها فقيرة ومعاش فلوس. بسبب كده أنا بقيت بحقد عليه وقررت أخطف بنته علشان أنتقم منه. بيتفاجئ بطلنا لأنه ما كانش يعرف، ولما بيخرج من عندها بيروح للمختبر علشان يتأكد من كلامها، لكنه مش بيلاقي الملف بتاعها. بيشك إن حماه مخبيه في مكتبه، وبيروح يقابل مراته بيطلب منها تدور عليه، وبتستغرب وبتسأله عن السبب، لكنه ما بيرضاش يحكي لها حاجة عن أبوها، مش عاوز يكسر قلبها. وبتزعل مراته وبتفتكره بيخبى عنها. بتسيبه وبتمشي، لكنها لما بتبص وراها بتشوفه واقف مع الدكتورة زميلته وبتحس بالغيرة وبتفتكر في بينهم حاجة. في الوقت ده المجرم السايكو بيروح محل علشان يشتري أدوات يستخدمها في المهمة، لكن بيشوف الأخبار بتتكلم عنه وبيقولوا إن مراته محجوزة في المستشفى. بيسمع صاحب المحل وهو بيشتمها، بيقولوا عليه إنها مجرمة وعقبال لما يمسكوا جوزها وما تستحقش تعيش. وبيتعصب المجرم وبيقرر يندمه، بينما كان رايح يحاسب بيعين فلوسه وبيديله بالمطرقة بيخلص عليه. وبالليل البطلة بتدخل مكتب أبوها وبتفضل تفتش فيه لحد لما بتلاقي ملف المجرمة وبتتأكد إنها كانت مريضة في المستشفى. وفجأة أبوها بيدخل عليها لكنها بتخبي كل حاجة بسرعة، بتمثل إنها كانت بتنظف الأوضة. بتسيبه وبتخرج وهي مصدومة. وتاني يوم بتروح للمستشفى بدري علشان تحكي لبطلنا اللي عرفته، لكنها بتقابل الدكتورة زميلته قدام الأسانسير، وبتفضل الدكتورة تغيظها وبتمثل قدامها إن هي وكانج قريبين من بعض. وبتحس مراته بالغيرة، كانت عاوزة تجيبها من شعرها لكن بتمسك نفسها. بتسيبها وبتروح عند بطلنا بتديله المعلومات اللي جمعتها، وبتسأله إذا كان في حاجة بينه وبين زميلته الدكتورة. بيتوتر كانج وبيحاول يدافع عن نفسه، لكنها مش بتديله فرصة وبتقول له أنت حر، اعمل اللي أنت عايزه. بتسيبه وبتمشي. وفي آخر اليوم بتنزل للجراج علشان تركب عربيتها، لكن بتلاقي المجرم السايكو مستنيها ماسك مطرقة في إيده وناوي يخلص عليها. بيقرب منها وهو بيضحك، بيسأل عن مكان جوزها. بتتفاجئ البطلة بتفتكره عاوز يخطفها تاني. بتخاف، بتحاول تهرب منه وهي مرعوبة، وبيبدأ المجرم يطاردها. وبنشوف فلاش باك وقتها من ماضي المجرم علشان نفهم هو ليه بقى مجرم. وبنعرف انه طول حياته كان منبوذ وحيد، الناس بتتنمر عليه، ملوش ولا صاحب ولا حبيب، لحد لما في يوم قابل مراته في الشارع، عرف انها تسكن قدامه وعجبت بيه من اول نظرة واديته رقمها. وطبعا السايكو كان فرحان لان دي اول مرة حد يعامله كويس، وحس انه وقع في حبها. فضل كل يوم يراقبها من بعيد لحد لما جه اليوم المشؤوم. شاف حبيبها القديم دخل شقتها، كان عاوز ياخد كل الفلوس اللي معاها ويسرقها. حاولت مراته تدافع عن نفسها ولكن الصوت كان عالي، فالسايكو راح وقال له كفاية، بطل اللي بتعمله. لكن الحرامي زقه وفضل يضربها قدامه، وطبعا السايكو اتعصب لقى شاكوش قدامه، مسكه بوم طخ اوف يحز زربو. من بعدها استمتع بالزربوات الكتير لحد لما بقى اكتر مجرم خطير. وكان فاكر ان مراته طبعا هتخاف وتبعد عنه، لكنها كانت مبسوطة وبتساعده. شكرته انه انقذها وقالت له ان الحرامي كان يستاهل، واتفقت معاه يتخلصوا من اي حاجة علشان الشرطة ما تقبضش عليهم. وحطه في شنطة وهوبا سنتلوبا دروبا. بعدها خدته للصالون بتاعها وغسلت له وشه وروقت عليه وسرحت له شعره. وبص احلى دلع، كل ده والقميص متعص دم عادي. وقبل ما يمشي قالت له بحبك، واديته واحدة سنتلوبا دروبا. ومن يومها وكملوا حياتهم مع بعض لانهم مجانين وسايكو زي بعض. بنرجع للحاضر، بيفضل المجرم يطارد البطلة لحد لما بيحاصرها في المخزن، وبتخاف وبتحس خلاص ان دي نهايتها. لكن فجأة جوزها بيوصل في الوقت المناسب وبيفتح لها الباب بينقذها منه. بيطلب منها تفضل مستخبية وبيسيبها وبيخرج عند المجرم بيفضل يجري وراه علشان يقبض عليه. وبتحصل بينهم مطاردة طويلة والشرطة هي كمان، وبيحس الاتنين بالتعب.
وللأسف المجرم بيغفله، بيهجم عليه من ظهره، بيوقعه على الأرض، بيقرب منه وبيضحك وبيقرر يضربه بالحديدة. لكن بطلنا بيقول له في حد حاول يخلص على مراتك وأنا أنقذتها منه. بيتفاجئ المجرم وبيعرف إن مراته في خطر وبيحتار، ما بيبقاش عارف يعمل إيه، وبيقرر يسيب البطل بسرعة لأن الشرطة على وصول، وبيهرب قبل الشرطة ما تقبض عليه. بعدها كانج بيرجع للمستشفى علشان يطمن على البطلة، لكن صاحبه المقرب بيعرفه إن هو اداها مسكن وهي نايمة دلوقتي، ولما بيدخل عليها بيلاقي حماه قاعد جنبها بيطلب يتكلم معاه، وبيعرفوا إن كل اللي بيحصل بسبب التجارب اللي بيعملها. وبيسألوا بطلنا مين تاني كان بيساعده، فحماه بيتوتر لكن ما بيرضاش يجاوبه، وبيتعصب بطلنا بيقرر يكتشف الحقيقة بنفسه. بيفضل سهران جنب مراته طول الليل لحد لما بتفوق وبيروح يتكلم معاها، بيحكي لها عن التجارب اللي ابوها بيعملها، وبتتفاجئ البطلة من كلامه، ما بتبقاش مصدقة لان بتعتبر ابوها مثلها الاعلى، وبتقرر تتأكد بنفسها. بتسيبه وبترجع للبيت، وبتستغل ان ابوها مش موجود، بتفتح الخزنة بتاعته بتلاقي فيها ملفات سرية، وبتتأكد فعلا ان بيعمل تجارب خطيرة. بتروح عند بطلنا وهي مصدومة وبتسأله ليه مرضاش يقول لها من زمان. بيفتكر بطلنا فلاش باك لليوم اللي بنتهم ماتت فيه، وساعتها حماه طلب منه يعمل عملية لشخص مهم، واضطر بطلنا يوافق، لكن بنته عملت حادثة في نفس الوقت وحالتها كانت خطيرة. وفضلت مراته تعيط، حاولت تتصل بيه علشان يجي ينقذها، لكن ابوها الخنزير مرضاش يقول له علشان يجبره يكمل العملية. ولما بطلنا خرج شاف مراته قاعدة على الأرض وعرف منها إن بنته ماتت. طبعا فضلت تلومه، اتهمته ان هو السبب في موتها، وبيفوق البطل من ذكرياته، بيحكي لها كل حاجه، بيقول لها انا خبيت عنك الحقيقه علشان ما اكسرش قلبك وتنهاري من الزعل، قررت اتحمل المسؤوليه لوحدي علشان كنت خايف تحس بالذنب وتبعدي عني. بتتفاجئ مراته من اللي سمعته، بتعيط لان طول الفتره اللي فاتت كانت بتلومه وهو كان مظلوم، وبتعرف ان ابوها شرير وهو السبب في كل حاجه. بتحضن بطلنا وهي منهاره وبتعتذر له ان شكت فيه، بتطلب منه يسامحها. بيفرح بطلنا بكلامها، بيقول لها ان بيحبها. في الوقت ده المجرم بيطارد شخص غريب، بيهجم عليه من ظهره، بيقول انا نفذت اوامرك وانت حاولت تخلص من مراتي، بيخنقه علشان ينتقم منه. ولما بنشوف وشه بيتضح ان هو صاحب كانج المقرب. ايوه يا عزيزي المشاهد، هو ورا كل اللي بيحصل، وبنعرف انه طول عمره بيغير منه لانه كان بيحب البطله، وبيتفق مع المجرم يخلص على بطلنا. وقتها هو هيساعده ينقذ مراته، وبيضطر المجرم يسمع كلامه وبيبعد عنه، بيحذره لو حاول يخدعه هيندمه. بيسيبه وبيمشي علشان ينفذ اتفاقهم. بعد الدكتور بيرجع للمستشفى، بيزور مرات المجرم وبيطمنها ان هيساعدها تهرب النهارده بشرط ما تقولش حاجه للشرطه. في الوقت ده البطله بتروح تتكلم مع ابوها، بتقول له انا عرفت كل حاجه عن التجارب اللي انت عملتها، وان انت كمان اللي منعت جوزي ينقذ بنتي. وبيحاول ابوها يدافع عن نفسه، بيقول له انا بعمل كده علشان انقذ حياه المرضى، لكنها بتبقى عارفه ان كل هدفه الفلوس. بتنهار وبتقول له ان مستحيل تسامحه، بتسيبه وبتمشي وهي بتعيط. بيحس ابوها بالذنب، بيندم على كل اللي عمله. وبالليل بيبدا الدكتور ينفذ خطته، وبيقطع الكهرباء وبيشغل انذار الحريق، وبيضرب الحراس علشان يهرب مرات المجرم. لكن فجاه حد تاني بيدخل اوضتها وبيخطفها، ولما المجرم بيعرف اللي حصل بيتعصب، بيهجم على الدكتور في الجراج وبيضربه علشان يعرفوا مكانها. لكن الدكتور بيقول له انا كنت فاكر ان انت اللي خطفتها، وبيحتاروا دلوقتي مين يكون عمل كده. في الوقت ده الخاطف بياخدها المكان مهجور، وبنعرف ان هو بطلنا كانج بيبقى عمل كده علشان يجبر المجرم يسلم نفسه. بيحبسها في اوضه لوحدها، بيقعد قدامها بيقول لها دلوقتي حسيت باللي مراتي كانت حاسه بيه، وبيديلها مسكن علشان تنام، وبيسيبها لوحدها وبيمشي. وبتخاف المجرمه، بتفضل تعيط وبتندم على كل اللي عملته. بعدها بيركب عربيته علشان يرجع للمستشفى، لكن بيلاحظ ان في حد بيراقبه، وبيعرف ان هو اكيد المجرم السايكو. بيستغل الفرصه، بيروح لمكان بعيد علشان يتكلم معاه. بيفضل المجرم ماشي وراه، ولما بيوصلوا بيسألوا على مكان مراته. بيضحك بطلنا وبيطمنه انها كويسه، بيطلب منه يسلم نفسه للشرطه ويعترف بكل الجرائم، وهو هيسيبها وانت يا عم تحمل كل المسؤوليه. وبيديله مهله لحد بالليل علشان يفكر. بعدها بيسيبه وبيمشي وهو واثق من نفسه. بيحتار المجرم، ما بيبقاش عارف يعمل ايه. بعدها كانج بيرجع للبيت، بيبقى متاكد ان المجرم هينفذ اوامره لانه ما عندوش حل تاني، وفعلا بيبعت له رساله بيطلب يقابله. بيفرح بطلنا، بيقرر يروح له، لكن لما بيوصل بيتفاجئ ان هو صاحبه المقرب مستنيه، وبيعرف على طول ان ده شريك المجرم. بيبقى مصدوم، مش مصدق ان هو ده ورا كل اللي بيحصل. وفجأة سايكو بيهجم عليه بصاع كهربائي بيخليه يفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط والاتنين واقفين قدامه وبيسألوا المجرم عن مكان مراته. فبيقرر بطلنا يستخدم ذكائه، بيعرفوا مكانها لكنه بيستفزوا بالكلام علشان يوقعهم في بعض، وبيقول له ان صاحبي بيستغلك وبعدها هيخلص عليك. لكن المجرم بيتجاهله، بيروح معاه للمكان اللي فيه مراته، وفعلا بيلاقيها هناك، لكنها بتبقى تعبانة ومحتاجة عملية.
وبيستغل صاحب كانج الفرصة وبيدي للمجرم حقنة وبيقول له خلص على البطل وانا هنقذها. بيبقى واثق انه هيوافق، لكن المجرم بيرفض لانه عارف ان بيخدعه. بيهجم عليه علشان يندمه، لكن كانج بيزقه وبيبعده عنه في الوقت المناسب. وبيخاف صاحبه وبيهرب من المكان، وبيستغرب المجرم بيسأله ليه عمل كده، لكن بطلنا بيقوله ان هيدفعه الثمن بالقانون. وبيعرض عليه ان هو هينقذ مراته بجد مقابل ان يسلم نفسه ويعترف بكل جرايمه. وبيضطر المجرم يوافق لان ما عندوش حل تاني. وبيبدأ بطلنا ينفذ الاتفاق وبياخدها في عربيته بينقلها للمستشفى بتاعته. ولما بيوصل بيدخلها أوضة العمليات بسرعة. بيقرر يديلها مسكن علشان ما تحسش بحاجة، وبتبقى العملية ماشية تمام. خلاص بنوصل للمرحلة الأخيرة، لكن بيتصل بالمجرم وبيطلب منه يبعت رسالة للشرطة: سلم نفسك وإلا مش هكمل. وبيهدده لو ما عملش كده دلوقتي مراته هتموت. طبعا المجرم بيخاف مراته للأسف بين الحياة والموت وبيضطر ينفذ كلامه. بيبعت رسالة للشرطة وبيعترف بكل الجرائم اللي عملها، بكل الأشخاص اللي خلص عليهم وقتلهم. وبيفرح بطلنا إن خطته نجحت وبيخرج من الأوضة. وبيستغرب المجرم وبيفتكره كان بيخدعه وبيترجاه ينقذ مراته، لكن بطلنا بيضحك وبيقول له ما تخافش، أنا خلصت كل حاجة من قبل ما أنت تبعت الرسالة. وبيطمنه إن مراته هتعيش. وبيتفاجئ المجرم وبيعرف إن كل ده كان بيلعب بأعصابه علشان يخليه يجرب نفس إحساس لما كان خاطف مراته. في الوقت ده البطلة بتوصل للمستشفى علشان تطمن على كانج، لكنها بتلاقي صاحبه مستنيها وبتسأله عاوز إيه. بيقول لها أنا بحبك من زمان، كنت مستعد أعمل أي حاجة علشانك، بس للأسف أنت حبيتي حد غيري واتجوزتيه. وبيقرر يندمها ويخلص عليهم هما الاتنين وبيهجم عليها بسكينة. بتتفاجئ البطلة وبتضربه وبتحاول تهرب منه، لكنه للأسف بيلحقها بيضربها في كتفها. وبيقرر يروح لبطلنا علشان يخلص عليه، لكن بتمسكه من رجليه علشان تمنعه. بتقوله مش هسمح لك تأذيه. ولحسن الحظ الشرطة بتوصل في الوقت المناسب وبيقبضوا عليه وبيحطوا الكلبشات في ايديه. بعدها المجرم بيروح يطمن على مراته وبيفرح انها بخير، لكنه بيرفض يدخل للسجن وبيمسك سكينة وبيقرر يطير. وبيشوفه بطلنا وبيقوله انت جبان وعاوز تهرب من عقابك. بيجري عليه وبيمنعه وبيعرفوا ان لازم يدفع ثمن جرايمه. وبيوصل للمحقق وبيقبض عليه وبيشكر البطل على كل اللي عمله، لكنه بيعرفوا ان مراته اتصابت وحالتها خطيرة. بطلنا بيتصدم بيتفاجئ بيجري عليها بسرعة، بيفتكر يوم موت بنته. للأسف يومها وصل متأخر، مش عاوز يكرر نفس الغلطة، عايز ينقذ مراته. وبينجح انه يوصل أوضة العمليات في الوقت المناسب وبيعرفوا ان هو اللي هيعمل العملية بنفسه. بتفرح مراته لما بتشوفه وبتطمن. بيقرر بطلنا يستخدم كل مهاراته وكل ما أوتى من علم في هذا الطب أن ينقذ مراته، وبيقدر يعالجها وبينقذ حياتها في الوقت المناسب. وتاني يوم الأخبار بتنتشر في التلفزيون، الكل بيعرف إن صاحبه هو اللي كان متفق مع المجرم وبيتقبض عليهم وبيتحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وبيحس حماه بالذنب لأنه كان بيعمل تجارب على المرضى، وبيقرر يقدم استقالته ويسلم نفسه علشان يتعاقب. بعدها البطلة بتخاف وبيروح المحقق يقابلها وبيوري لها الفيديو الحقيقي بتاع كانج، وده لما كان راكب مع المجرم وهو دايخ. ولما البطلة بتتفرج عليه بتتفاجئ إن كان بيعيط، وطلب من المجرم يبعد مراته عنه لأنه بيحبها ومش عايزها تتعذب معاه. لكن المجرم قص الفيديو علشان يبان إن هو عاوز يخلص عليها. وبتنهار البطلة من اللي عرفته وبتعيط لأنها كانت ظلماه. بتروح تتكلم معاه، بتعتذر له إنها شكت فيه، وبتتفق معاه يبعدوا عن بعض فترة علشان يحاولوا ينسوا اللي حصل. وبتمر الأيام وبنعرف إن بطلنا كانج بقى مدير المستشفى، قرر يعالج المرضى الفقراء. كان أي حد مش معاه تمن العملية بيعملها له ببلاش. بيبص في التاريخ وبيعرف إن النهاردة عيد ميلاد بنته. بيقرر يروح يزور قبرها علشان يحتفل معاها. بيشتري لها الألعاب اللي كانت بتحبها. بيعيط وبيقول لها إنه هيفضل دايما فاكرها. وفجأة مراته هي كمان بتوصل وبتتفاجئ لما بتشوفه، لأنها كانت فاكراه بارد ما عندوش مشاعر. بتروح له علشان تواسيه وتخفف عنه. بيعترف لها بطلنا إن لسه بيحبها، عاوز يرجع لها. بتفرح مراته وبتوافق وبيتفقوا يبدأوا صفحة جديدة مع بعض، وأخيرا هيعيشوا في سلام. وبتنتهي قصتهم بنهاية سعيدة. ولحد هنا أقدر أقولك عزيزي المشاهد إن أخيرا ده قصة الزوج اللي ضحى بكل حاجة لمراته، ورغم كل العقبات اللي حصلت ما بينهم والمشاكل قدروا إن هم يلاقوا الطريق ويرجعوا لبعض تاني. لذلك عزيزي المشاهد اوعى تحكم على الغلاف من كتابه. أحلى مسا عليكم. سلام.